السلام عليكم ورحمة الله. حصريا، فرنسا تفتح تحقيق أمني بعد تواصل دخول منتجات المرجان السوق الأوروبية، وذلك رغم الحظر. وصلت أسعارا خيالية. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. تواصل إمداد السوق الأوروبية بمنتجات المرجان الجزائرية ووصولها أسعارا كبيرة جدا، وذلك على الرغم من المنع والمحاصرة والتضييق الاقتصادي على منتجات المرجان التي أصبحت ظاهرة اقتصادية في فرنسا. وما زالت إلى غاية الآن المرجان تتواجد على رفوف بعض المحلات التجارية الكبرى بباريس ومارسيليا وضواحيها، وما زالت تتدفق بكميات ضخمة بعيدا عن أعين السلطات الفرنسية، بعدما تزايد الطلب الأوروبي على هذه المنتجات نظرا لقيمتها الكبيرة. ولم تكتفي عند هذا الحد، بل وصلت أسعارا خيالية بفرنسا. فاقت الشركة الإيطالية فيريرو المختصة بإنتاج شوكولاتة الطلي اللي هي النوتيلا، الأمر الذي دفع بالسلطات الفرنسية وفق بعض الأخبار بمباشرة تحقيقات أولية للحد من انتشار هذه المنتجات، وإلا فقدت اقتصادها القوي وفقدت بيع منتجاتها في أوروبا بعدما منعتها فرنسا من دخول السوق الفرنسية بسبب عدم مطابقتها للوائح الأوروبية. وها هي الآن الجزائر ترد وبكل قوة. والسلام عليكم ورحمة الله.